واحد من اكتر الفيديوهات اللي اتطلبت مني فرق بين السوزوكي بيبي كينج والهوندا هورنت، بما ان البيبي كينج قعد معايا سنتين قبل كده، وبعد كده حاليا جبت الهورنت. هنعمله فيديو سريع كده عن الفروقات اللي ما بين الموتوسيكلين. بالنسبه لاول فرق واكتر فرق بيخلي الناس تفكر ما بين الهورنت والبيبي كينج التسعيره. بالنسبه للبيبي كينج تقدر تجيب موتوسيكل كويس رينج اللي تحت ال 200 بحاجات بسيطه، عكس تسعيره الهورنت للاسف. عشان تقدر تجيب هورنت تبقى تسعيرتها كلها فوق ال 200، مع ان الاثنين موتوسيكلين متقاربين جدا في الامكانيات. هنطلع نجرب الاثنين، بسم الله. البيبي كينج اللي معانا النهارده موديل 2007، وبرده الهورنت اللي معانا موديل 2007. واحده من اهم المميزات اللي البيبي كينج بيقدمها لك البرفورمانس، الاداء بتاعه. في نفس الوقت واحد من انعم الموتوسيكلات ال 600 اللي انت ممكن تركبها. واحده كهرباء اداء الموتوسيكل. صراحه الموتوسيكل ده بيديك تجربه واداء بالنسبه للرينج السعر اللي هو محطوط فيه. لقيت موتوسيكل تاني بالنسبه لقطع الغيار وقعدت الغيار، الموتوسيكل قطع غياره بتبقى موجوده بس صعب تلاقيها شويه، في نفس الوقت بتبقى اغلى بكتير من قطع غيار الهورنت. الموتوسيكل بيبقى سوق شويه بعد البيع لان الموتوسيكل مش معروف قوي زي الهورنت. بالنسبه للهورنت ده فالموضوع يختلف شويه، فالاثنين تقريبا نفس الموتوسيكل ما عدا كام نقطه بسيطه بيبقى فيهم الاختلاف. الفرق الاكبر ان الهورنت ثباته احسن في المشي على السرعات العاليه. قطع الغيار هنا متوفره، عادي بتاعه سهله، موتوسيكل منتشر. لو انت معاك بادجت فوق ال 200000 تقدر تجيب هورنت، لكن لو البادجت بتاعتك محكومه شويه فانصحك تجيب بيبي كينج، لان الموتوسيكل هيديك نفس التجربه بسعر اقل، بس هتتعب شويه في قطع الغيار وفي عدد بيعه.